وش بالقمر والجمال والعسل ده. بصوا بقى، بصوا شوية صوص قمر نازلين منه. بصوا 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 شو هالجمال. تعالى اقول لكم النهارده لو جالي ديك رومي 10 كيلو انا ممكن اعمل فيه ايه. تعالى هقول لكم دلوقتي هعمل فيه حاجه تحفه. انا عملت معاكم هو كامل كتير قوي، وهتلاقيه على القنوات تحت، هتلاقيه بكذا طريقه. بس المره دي حبيت ان انا اقطعه. ليه؟ لاني ما عنديش عزومه وما عنديش ضيوف وما عنديش حاجه خالص، فقلت هقطعه واعمله على كذا مره. طب هوريكم كذا مره انا هعمله على ايه. بصوا حجم الكتف قد ايه. حجم الكتف حوالي 3 كيلو بالظبط. انا وزنته بالقطعه، يعني وزنت الكتف لوحده، وزنت الورك لوحده، لقيت ان هو الورك كان 2 كيلو ونص والكتف كان 3 كيلو. بصوا بقى، بصوا بقى. فانا هعمل لكم كذا وصفه باجزاء الديك الرومي اللي انا قطعتها. استنوا الفيديوهات الجايه وما تقلبوش عن المحطه. اول حاجه يا مساء الهنا والسرور، وتعالوا نبدا الفيديو بعد المقدمه الفظيعه. اول حاجه لازم اعمل له فتحات توصل لغايه العظمه. ليه بعمل كده؟ عشان خاطر التتبيله توصل له لغايه العظمه من جوه، لان ناس كتيره فعلا بتشتكي ان الديك الرومي مش بيوصل له التتبيله كويس، فده الشرط الوحيد. تمام. احنا هنا هنجهز التتبيله بتاعتنا. 2 معلقه كبار صويا صوص، 2 معلقه كبار دبس رمان، نص مج كبير سمنه على زيت، هنحط معلقتين صلصه، وهنحط توابل بقى اللي انت تحبيها، بس بلاش تكتري توابل، او من كل حاجه نص معلقه. يعني حطيت توابل فراخ على توابل شوي على 7 بهارات، كل حاجه نص معلقه نص معلقه. على الملح، طبعا الملح لازم يبقى كويس جدا، لان التتبيله لازم توصل لكل حته في الديك الرومي. اول حاجه عملتها تبلت القطع الديك الرومي اللي عندي بفلفل اسود وملح كويس جدا قبل ما احط التتبيله الاساسيه زي ما انتم شايفين كده. الفكره هنا ان انا هسويه بدل من 4 ساعات هنسويه في ساعتين. فتعالوا نشوف هنسويه ازاي وطريقه السوا. بصوا التتبيله دي، ولازم يقعد حوالي على الاقل 4 ساعات 5 ساعات في التتبيله دي. تمام. وهنا بعد ما قعد 4 5 ساعات، لان ما حبيتش اطول عليه، انا تبلته الصبح. وهنزل بقى بالكيس الحراري. هاتي حجم الكيس الحراري الكبير، هتلاقيه بحوالي 15 جنيه 12 جنيه الكيس الواحد. وانا تبلت كل الكميه اللي عندي. وهبتدي بقى ايه، امسك شويه خضار حلوين، الخضار اللي بحبه كله. انا حاطه بطاطس، حاطه فلفل الوان، حاطه جزر، حاطه طماطم، بصل، اي تشكيل خضار انت بتحبيها. وهمسك ادخله كده في الكيس، وهربط الكيس عندي بالاقفال اللي جاي مع الكيس زي ما انتم شايفين. الكيس الحراري ده حبيت، انا عايزه اقول لكم انا حبيت موضوع الكيس الحراري ده، بيسهل حاجات كتير قوي. وهبتدي كده اقفل. اهم حاجه اعمل له 3 فتحات او 4 كده بعصايه تشيش طاووق. وهبتدي بقى ايه، اقفل واطلع الهواء منه وعلى صينيه وادخله الفرن. ده قعد معايا، الكميه دي قعدت معايا ساعتين، وطلعت زي ما انتم شايفين قمر. لا احتاجت شوايه ولا احتاجت اي حاجه، طلعت دايبه مستويه السوا مظبوط جدا. الوش قمر، الطعم قمرين. انا مش عايزه اقول لكم الطعم خطير خطير خطير. يعني جربوا واستنوا بقى بقيه الديك الرومي، استنوا وصفاتهم. ولو وصلت لحد هنا اوعي تنسي تعملي متابعه ولايك وشير وكومنت حلو زيك، واستني بقيه الديك الرومي.